السلام عليكم. قمت بفيديو سابق قلت فيه بأن الطرفان يهربان من المناظرة، وقلت أيضا في مقطع سابق بأن قصي كلاب لو قبل المناظرة ستكون نهايته، وذكرت أسبابا مقنعة لذلك وتوقعت بأنه لن يقبل. الدكتور هيثم طلعت قام بخطة جهنمية ليستدرج قصي كلاب للمناظرة الواقعية، فقدم له الطعم وهو دولة ماليزيا. هنا قصي كلاب سخر من العرض وقال بأنني أرفض المناظرة في ماليزيا، وهذا ما كان يريده الدكتور هيثم طلعت. الدكتور كان يبحث فقط عن موافقة مبدئية من قصي كلاب للمناظرة الواقعية، فلما نجحت خطة الدكتور هيثم طلعت اقترح عليه إجراء المناظرة في ألمانيا، وكأن الدكتور يقول لقصي: ترفض ماليزيا؟ أوكي، سأناظرك في ألمانيا. هنا قصي تأكد بأنه ابتلع الطعم، فهرب بجلده ورفض المناظرة الواقعية بشكل كلي، لكنه تفطن متأخرا، وهذا التأخر هو الذي جعله محطة سخرية واسعة، لأن قصي كان موافق على المناظرة الواقعية مع الدكتور، وكان الخلاف فقط في المكان. إذن نجح الدكتور هيثم طلعت في استدراج قصي وأبلعه الطعم، لكن قصي كلاب جاءه الطعم مر فقرر استرجاعه. باختصار شديد، كما قلت في مقطع سابق، الدكتور هيثم طلعت يهرب من المناظرة على النت، وقصي كلاب يهرب من المناظرة الواقعية لأنها ليست في مصلحته. من يفكر خارج القطيع وبتجرد سيكون هذا استنتاجه، ومن يفكر بمنطق القطيع سيرى عكس ذلك. بالمناسبة، هناك ملحدون مشاهير قاموا بمناظرات مع مسلمين في أوروبا، وحققت مناظراتهم ملايين المشاهدات ولم يقع لهم أي شيء. حتى أحمد حرقان ناظر مشايخ داخل مصر ولم يغتله أي شيخ، فما بالك بألمانيا؟ نصيحتي لقصي كلاب: خليك كيوتيوبر ناجح وابتعد عن المناظرات، فإنها ليست في مصلحتك، وقد تطلق النار على نفسك دون أن تشعر.